طلبة تانية ثانوي اشتقاق الدول المثلثية، لو جال لي د س بتساوي ظ 5 س ناقص باي، وقال لي انا عايز المشتقة الأولى وجابها لي اختار. خلاص احنا عرفناها مقالي مشتقة الظ تربيع وخلاص. أنا عايز أروح على الحاسبة، هتروح على الحاسبة تضغط على إزرار الشيفت دوت وعلامة التكامل دي تديك دي باي دي إكس. هتكتب المسألة دي تان، اكتب تان. طب 5 إكس أدي الخمسة، وأنت عارف الإكس بتكتب إزاي. وبعدين ناقص باي، والباي على الحاسبة أدي الباي أهي. بس مش تنسى تقفل القوس عشان دي زاوية. اطلع بره بسرعة، اكتب باي على 4 مربعين فوق الباي يا مستر، ادي الباي، وانزل تحت اكتب الأربعة بس كده وقول له يساوي. هتقول لك الناتج كام؟ 10. يبقى الإجابة 10. الطلبة التانية ثانوي لو عندي مسألة اشتقاق جا 2 س ناقص جا 4 س كل أس 4، وعايز المشتقة الأولى عند س بيساوي 0. مستر أنا عرفتها مقالي بس عايزها بالآلة الحاسبة. خلاص هنروح جايبين على علامة التكامل دي اللي هي دي باي دي إكس. دي كده تفاضل، هنكتب بس خلي بالك دي أقوس صح؟ دي قوس. طب يا مستر ما عاملة قوس، لا مالكش دعوة بده عشان تعتمد أس 4. هنفتح قوس الأول وبعدين نكتب ساين 2 إكس، أدي 2 وادي الاكس، يقفل قوس الزاويه، وبعدين ناقص قوسين اللي هي القوسين ادي جتا 4 اكس، ويقفل برضه قوس الزاويه. طيب هتقفل القوس اللي انت فتحته في الاول ليه؟ عشان نعمله اس 4. وبعدين هطلع بره خالص، وس كانت بكام؟ بس س كانت بصفر. هنعوض عن صفر بس ونقول له يساوي. طلعت كام؟ لحظه، -8 اهي. يبقى الاجابه -8 اهي. طيب شوف غيرها يا مستر. لو عندي ص بتساوي جا تكعيب الزاويه 4 س، وعايز المشتقه الاولى عند س بتساوي ب على 16. هنجيب بقى علامه التكامل كده، التفاضل اهو، شيفت مع دي مع علامه التكامل. بعدين نكتب بقى هنا ايه؟ ساين. ماشي، هنكتب ساين وبعدين نكتب 4 اكس، ادي 4 وادي الاكس، نقفل قوس الزاويه. هي كانت اس 3 اس 3، وبعدين هطلع بره مربع خالص، نكتب باي على 6، نيجي على المربعين اللي هم دول، وادي الباي شيفت بعد الزر دوت، وبعدين انزل تحت تكتب 16. هي كانت باي على 16، ادي ال 16 بس كده، ولا يساوي كام يا كابتن؟ هي هتطلع رقم 20 اللي هو على فكره هيطلع 3 جذر 2. يعني انت لو جربت 3 جذر 2 هتطلع كده، يبقى هتطلع 3 جذر 2 اللي هو الرقم ده.